الكلام ده ليك، هقوله بالمختصر، اسمعه للآخر. من أغرب اللحظات في بعض بيئات العمل مش وقت إنجاز المهمة ولا وقت النتيجة، لأ، أغرب اللحظات هي لما بيتم توزيع المهام. ساعتها بتشوف مشاعر غريبة، ابتسامات شكلها رضا وداخلها حاجات تانية، كلام وراه غيرة، قلوب مليانة حقد والله من غير سبب. ده أكتر وقت بيبان فيه معدن الناس الحقيقي. فبدل ما نفرح لزملائنا نلاقي الغيرة والحقد بيبانوا في العيون والكلام، مع إن الرزق مكتوب ونصيبك مش هياخده غيرك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إيمانك مش كامل إلا لما قلبك يكون أبيض وتتمنى الخير لغيرك زي ما بتتمناه لنفسك. الغيرة والحقد مش هيزودوا نصيبك، بالعكس هياخدوا منك راحتك وبركة شغلك. خلينا نفتكر إننا كلنا في مركب واحد، واللي بيتمنى الخير لغيره ربنا بيبارك له هو الأول. وفي الآخر لا المهام كانت بإيدك ولا حظ زميلك بإيده، الكل بإيد ربنا سبحانه وتعالى. خلي قلبك أبيض واشتغل بنية صافية، وساعتها رزقك هيوصلك لحد عندك.